اهلا بيكم. تعالوا نكمل على الحلقه اللي فاتت. تعالوا نجيب اي حاجه نحركها او نحط عليها افكتس. اوكي، هنجيب كره قدم. بي ان جي هي من غير باك جراوند. الكره دي عايزين نحط عليها افكت. بنعمل ايه؟ بنروح واقفين على اللاير بتاعها ونروح جايين هنا من افكت ونشوف ممكن نحط لها ايه. ممكن نحط لها بلور مثلا، جيشن بلور. تعالى نعلي البلور بتاعها. نعلي تاني. معموله بلور. لو عايز البلور يمين وشمال، وهنا لو عايز البلور فوق وتحت. تعالوا نعملها سوليد لاير. خليه مثلا ازرق. اوكي، تعالوا هنا نخليه 300 العرض و300 طول. اوكي، ونحط عليه نفس الافكت عشان نشوف بس التأثير بتاعه. جيشن بلور، وندي بلور. بلور تاني، نزود. زي ما انتم شايفين البلور كل ما بزود كل ما تبقى الصورة بلور. وهنا لو عايز البلور يمين وشمال، وهنا لو عايز البلور فوق وتحت، وهنا الاتنين. اوكي، كده عرفنا نحط ازاي افكت على الشكل بتاعنا. تعالوا ندلت السوليد ده ونقف على الكرة بتاعتنا. نقدر نزود البلور ونقدر نقلله خالص ما يبقاش فيه بلور. طيب، ده نقدر نلعب فيه هنا في البلاجن من هنا او في الافكت، او من نفس السهم ده افكت هنلاقي السيتنج بتاعتنا موجودة برضو اهوت زي ما احنا شايفين. بغير هنا تحت بيتغير معايا فوق. هكبر انا هنا التايم لاين. اوكي، وتعالوا هنا عايزين الكورة ما يبقاش محطوط عليها بلور في الفريم هنا. ونيجي نضغط هنا على البوينت دي. البوينت دي عايز اقول له الكي فريم ده لما يبقى واقف عليه المؤشر يبقى معلهوش بلور، ولما يجي يوصل لثانية واحدة يبقى عليه بلور. وباجي ازود هنا البلور، خليها 10. اوكي، واجي عند ثانية 2 واقول له مش عايزها بلور. فكده الشكل هيبقى عامل ازاي؟ مفيش بلور، تحول لشكل البلور وبعدين رجع تاني. اوكي، طيب انت دلوقتي واقف على الكي فريم ده. الكي فريم ده تقدر تتنقل للكي فريم اللي بعده من السهم ده. اوكي، وتقدر تقف في اي مكان وتدوس هنا كي فريم عشان تعمل كي فريم جديد. ممكن تعلي منه البلور وممكن تقلله. لو انت مش عايزه بتدلته خالص، بتقف عليه وبتدوس ديليت. زي ما انت شايف كده بيتحول اصفر، بتقف عليه وبتدوس ديليت. اوكي، وعايز ترجعه كوماند زد. عايز تعمل ريسيت للايفكت بتعمل له ريسيت بيرجع زي ما هو. تعالوا نرجع تاني كوماند زد بالبلور بتاعنا ونفتح ترانسفورم عشان نلعب بالكيهات بتاعتنا. عايز الكرة دي تيجي من هنا لهنا. طيب بنيجي نعمل ايه؟ نيجي هنا نقف على اول فريم او اول ثانية وندوس بوزيشن. اول ما بدوس بوزيشن هنا بيفتح لي الكيهات. باجي عند الثانية 2. اوكي، بحرك الكرة يا اما بايدي هنا كده. اوكي، يا اما بحركها يا اما بحركها
بالرقم اللي جنب البوزيشن، كده بالعرض وكده بالطول. اوكي طيب احنا عايزين نحركها بالعرض بس، هنحركها بالعرض. اوكي نرجع كوماند زد تاني، كوماند زد كوماند زد كوماند زد. اوكي ممكن نحركها بالماوس. اوكي بس واحنا بنحرك بندوس شيفت عشان تبقى الشكل مستقيم. لو شلت ايدي من على الشيفت تحط في اي مكان، لكن لو انا حطيت شيفت بتمشي لشكل مستقيم. طيب نفس النظام فوق، لو انا هحرك لفوق بدوس شيفت عشان تتحرك في شكل مستقيم. لو شلت ايدي من على الشيفت ممكن تتحرك في اي مكان تاني. احنا هنا هندوس، هنعمل انيميشن بالجنب، بقت كده. نيجي هنا نشوف الانيميشن بيتحرك تمام. بس مش ده الانيميشن اللي هو الاساسي، ده كده بريفيو سلو موشن. زي ما انت شايف كده الفريمات ماشيه بطيء، الكرة ماشيه بطيء، دي مش ثانيتين. طيب احنا بنشوف ازاي البريفيو ده. بنقف بالمؤشر كده في الاول وبندوس سبيس او مسطره، بنشوف الحركه بتاعتنا. طيب عايزين نشوف بقى الحركه الاصليه فعلا لما نيجي نعمل الفيديو اكسبورت او ريندر، نشوف ازاي الانيميشن ده هيطلع في ثانيتين. بنيجي ندوس على رام بريفيو، ريندر بريفيو. السلام عليكم. اوكي انا محمد ونبتدي نشوف الانيميشن بتاعنا. وانا محمود بوتشي. اوكي ندوس تاني بيبتدي يعمل ريندر بريفيو، السلام عليكم. وندوس عليها تاني انا محمد بوتشي. بيبتدي يورينا الريندر بتاعنا. ممكن نستخدم الزرار ده، وممكن نستخدم الزيرو في الكيبورد عندنا او الصفر. تعالوا نرجع للمشهد بتاعنا ونعمل سكيل. طيب هنعمل سكيل ازاي؟ احنا عايزينه من اول فريم يبقى صغير، سكيل 100 هنا كده، السكيل بتاعه 100. ونيجي هنا نخلي السكيل بتاعه 200 مثلا، ماشي، ونشوف. اوكي كده معناها ايه؟ بيبتدي من 100 لغاية ما يوصل ل200 عند الكي فريم دوت، وفي النص هنا بيعمل بلور وبينزل تاني، البلور بيتشال من عليه. طيب تعالوا نعمل روتيشن للكورة. هندوس هنا روتيشن، هنقول له هنا في الكي فريم ده في الاول هتبقى واقف في مكانك مش هتلف، لكن لما تيجي توصل للثانية 2 الكورة تلف في مكانها. اوكي هو ماشي هنا بالماينس. اوكي هنقول له ماينس 360. تعالوا نجرب. الكورة بتلف. اوكي طيب ايه الفرق بين الماينس والموجب او من غير ماينس خالص؟ تعالوا نشيل الكي فريم ده ونشوف. لو احنا زي ما انتوا شايفين الكرة بتلف كده لو احنا عملناها بالماينس. طب لو شلنا الماينس هتلف العكس. تعالوا نجرب. هنكتب هنا 360 من غير ماينس ونشوف الكرة هتمشي ازاي. العكس. اوكي طيب خليها 360 ماينس 360. كل ما بتلف الكورة حوالين نفسها 360 درجة بيكتب لك هنا 1. تلف 360 درجة كمان يكتب لك 2. اوكي طيب تعالوا نجرب. تمام. لما تيجي تعمل انيميشن للكورة او تعمل لها روتيشن يعني دوران حوالين نفسها، اتأكد ان الانكور بوينت موجودة في منتصف الكورة قبل ما تعمل انيميشن او روتيشن. الانكور بوينت اللي هي النقطة الصغيرة اللي في وسط الكورة، لما تيجي تقف على الكورة هتلاقيها في منتصف الكورة اللي هي ديت. بتمسكها من الأداة ديت، تمسكها وبتحركها. اوكي لو هي موجودة هنا هتلف الكورة كده حوالين الانكور بوينت، لكن لو موجودة في منتصف الكورة هتلف حوالين منتصف الكورة. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت.
علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.